في فرق كبير انك تكون لوحدك او انك تحس انك لوحدك. الاولى عقوبة انما التانية اختيار. بس يا ترى هل الوحدة فعلا مؤذية ولا ممكن تكون هي العلاج اللي احنا مش واخدينه؟ تعالوا نتكلم شوية عن الوحدة. باين المايك الجديد؟ مايك طبعا بعد ما الحلقة الاولى كسرت الدنيا وجابت ارباح قد كده، جبت المايك الغالي ده هدية وربنا، لا ارباح ولا لسه ما كملناش حتى 1000 مشترك. اعمل لايك واشتراك. المهم بصراحة كده انا بحب اقعد لوحدي، لا حد بياكل بقى من البطاطس بتاعتي، ولا حد ياخد كنزاية البيبسي اللي في التلاجة اللي انا شايلها، ولا الكلام ده كله، ولا حد بيكلمني وقت ما اكون زهقان من الدنيا كلها. ولو اتخانقت مع نفسي فغالبا انا اللي غلطان فبخلص بسرعة. بس المشكلة ان الوحدة ساعات بتطول وبتقلب من راحة لعزلة، ومن عزلة لحالة كده ملهاش اسم. تبقى قاعد كده مش لاقي نفسك، ولا في حتى حد حواليك يقولك مالك، ولو قالك مالك هتضحك وتقول عادي ما فيش اي حاجة والدنيا تمام. ودي اكتر جملة كدابة في التاريخ. بس بجد هل الوحدة نعمة ولا لعنة؟ النهاردة مش هندي اجابات جاهزة وخلاص، احنا هنحاول نفهم وهنقول شوية فوائد واضرار عن الوحدة. اول فايدة ان الوحدة بتساعدك في ترتيب الافكار وان انت تاخد قرارات افضل، وده طبقا لدراسة من جامعة هارفارد سنة 2017 اثبتت ان الاشخاص اللي بياخدوا وقت منتظم يقعدوا فيه مع نفسهم، قدرتهم على التفكير المنطقي وحل المشكلات بتزيد بنسبة 23%. وده منطقي جدا، لما الناس بتسكت بتقدر تسمع صوت مخك وتفكيرك، انما وانت وسط الدوشة صوت تفكيرك بيتكتم. تاني فايدة تعزيز الإبداع. في دراسة نشرت في مجلة The Journal of the Creative Behavior لقيت إن العزلة بتفتح مساحة جديدة في التفكير وبتزود الإنتاج الإبداعي، خصوصا للناس اللي شغالين في الفن والكتابة والبرمجة. يعني بتوع البرمجة والكمبيوتر والكلام ده مش متوحدين و24 ساعة قاعدين على اللابتوب من غير أي حاجة، لا هم بيحتاجوا بس شوية وقت عشان يفكروا. تالت فايدة الراحة النفسية وتقليل الضغط. الوحدة لفترات قصيرة ممكن تكون زي زرار ريستارت للمخ عشان تهدى وتفكر وتفهم نفسك اكتر، لان انت مش فاهم حاجه ولا حد فاهم حاجه ولا حد فاهمك. احنا الجيل اللي بيبقى عنده 500 صديق على السوشيال ميديا ومش لاقي حد يحكي له او يشكي له. الجيل بيبعت ميمز عشان يضحك، بس جوه كل ميم في وجع. وفي دراسات بتقول ان الناس اللي بتقضي وقت كبير على السوشيال ميديا بيزيد عندهم الاحساس بالوحده بنسبه 70%. وفي دراسه تانية من جامعه هارفارد بيقولوا ان للوحدة نفس تأثير التدخين على الصحة، يعني الوحدة بتقتلك ولكن في صمت. طيب اضرار الوحدة لما بتطول. اول حاجة الصحة العقلية. بحسب تقرير من منظمة الصحة العالمية ان الاشخاص اللي بيتعرضوا للوحدة لمدة طويلة بيكونوا اكتر عرضة للاكتئاب بنسبة 60%. وفي لقطة من فيلم الجوكر سنة 2019 مشهد الضحك الهستيري اللي كان في المترو. ارثر فليك عمال يضحك بشكل هستيري جوه المترو والناس عماله بتبص له كانه مجنون. هنا الوحده بقت مرض، الناس مش بتفهمه وهو مش قادر يشرح، وكان قاعد وسط الزحمه ولكنه اكتر واحد لوحده. تاني ضرر للوحده الصحه الجسديه. في دراسه من جامعه شيكاغو قالت ان شعورك بالوحده بيأثر على جهازك المناعي ويزود فرص اصابتك بامراض القلب وضغط الدم. تالت ضرر ادمان السوشيال ميديا او الاكل او التفكير السلبي. لما بتبقى لوحدك ومفيش حد يشاركك بتحاول تملى الفراغ ده، وممكن تملاه بحاجات مضرة، مش دايما ولكن بيحصل. واتكلم عن النقطة دي فيلم Into the Wild. في اللحظات الأخيرة البطل بيكتب في مذكرته Happiness is only real when shared. رغم ان البطل في الفيلم كان بيهرب من الناس، في الآخر فهم ان السعادة من غير حد يشاركك فيها ناقصة، وده كان من أكتر المشاهد اللي بتكسر القلب. عارف صديق اللحظة اللي بتكلم فيها نفسك وترد على نفسك؟ دي مش جنان، لا دي advanced level من الوحدة. ولو لقيت انك انت بقيت بتضحك على نكتك فاعرف كده ان انت وعقلك يعني بقيتوا صحاب زي الفل. طب نعمل ايه؟ اول حاجة لازم تتصالح مع وحدتك. في وحدة كده حلوة، الوحدة اللي بتسمع فيها نفسك، بس لازم تكون مؤقتة. ولما تحس انك عايز تتكلم ما تتكسفش. لو مفيش حد بيسمعك ابعت رسالة، ولو مفيش حد اكتب. المهم انك ما تكتمش جواك. الوحدة سلاح ذو حدين، لو استخدمناها صح هتسمع صوتك وسط الزحمة، ولو استخدمتها غلط هتخليك تايه حتى وسط الناس. ولو انت حاسس بالوحدة دلوقتي عايزك تعرف ان الوحدة مش ضعف، اللي بيحس بيعيش واللي بيتألم بيتغير. بس ما تخليش الوحدة تغرقك، خد منها اللي يفيدك وارجع تاني للحياة. وبس يا صديقي، دي كانت حلقة بسيطة كده عن الوحدة، واتمنى انها تكون عجبتكم. مع السلامة بقى، عشان عايز اقعد لوحدي، عشان انا ما يعني خلاص عايز اقول حاجة اكتبها في الكومنت، متنساش اللايك.